نهار من نهارات في بلاد اسمها أرمينيا كانوا العباد قاعدين في أمان الله، اللي حال بيساو يخدم، اللي يجبد في الفلوس من الديستريبيوتور، اللي حال للسوشيال ميديا. فجأة الانترنت تقاس على الناس الكل لمدة 12 ساعة في بلاصة أخرى من العالم. في جورجيا اللي تجي فوق أرمينيا، امرأة كانت تحفر في الجنينة متاعها لقات كابل اللي كان تحسب فيه نحاس، فقسمته على اثنين بالبالة متاعها. اللي ما كانش في بالها انه الكابل هيك هو الكابل متاع الانترنت الرئيسي اللي جاي من تحت البحر الاسود من بلغاريا وداخل على جورجيا، ومن جورجيا يمشي تحت الارض ويتوزع على اكثر من دولة منهم ارمينيا. فكي تقسم الكابل هذا اتقسط مع الانترنت تماما على ارمينيا وجزئيا في جورجيا واذربيجان. انت توا قاعد تتساءل، الانترنت هي كوابل؟ بالضبط، الانترنت كلها كوابل متوزعة في العالم، فما هيش حاجة تطير في الهواء كما نحسبه. ولهنا نحبكم تتفرجوا في الروبورتاج هذا. من محطة الربط ببنزرت انطلقت أشغال مد الكابل البحري الجديد إفريقية الذي يمتد على قرابة 1050 كيلومترا نحو الطريق الرئيسي بيس المنجز بين مرسيليا في فرنسا وأبو طلعت في مصر. كابل بحري جديد ينضم للكوابل البحرية الأربعة القديمة في المياه التونسية وفي الجرف القاري، يأتي في إطار مساعي تونس لتطوير البنية التحتية لشبكة الاتصالات، وذلك استعدادا لإطلاق خدمات الجيل الخامس وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بشبكة الإنترنت. فكرة الكوابل فكرة قديمة استعملوها مع التلغراف في 167 سنة التالي، وين عداو أول كابل تحت المحيط الأطلسي. وقتها ملكة بريطانيا كوين فيكتوريا عملت تلغراف لرئيس أمريكا جيمس بيوكانن وهنأته بالإنجاز العظيم هذا. للي ما يعرفش التلغراف، هو كما ترى في التصويرة هذه عبارة على أداة تخلينا نتواصل ما بين بعضنا من خلال المورس كود. ومن وقتها كل وسائل التواصل تبنات فكرة الكوابل متاع التلغراف، كيما التليفونات اللي باش يعادوا كوابلهم الزادة تحت المحيطات وهكا يربطوا العالم ببعضه. وثم يجي الانترنت يستعمل كوابل التليفون هذو بعد ما تطوروا ولاو دي فيبر اوبتيك. لي فيبر اوبتيك عبارة على دي فيبر ينقلوا الداتا على شكل ضوء، دي فوتون. فقط ريمارك، كابل التلغراف ما نجموش نستعملوه للتليفون بويسك هو ما قاعد يبعث كان في دي سينيال سامبل نتاع اون و اوف فقط، وزيد عليهم لي سينيال هذو ما همش قاعدين يوصلوا في الريل تايم. ولكن كابل التليفون نجمو نستعملوه للانترنت خاطرو يخلينا نكومونيكي في الريل تايم، وهذا اللي حاجتنا فيه في الانترنت، كوميونيكيشن في ريل تايم. هذاك علاش انت كي تحب تدخل الانترنت لدارك، جماعة التليكوم ديما يسألوك هل عندك فيكس في الدار ولا لا. أول كابل فيبر أوبتيك في التاريخ تعمل عام 1988 وربط ما بين أمريكا بريطانيا وفرنسا. واليوم عنا 600 كابل موجودين على طول أكثر من 1,500,000 كيلومتر تحت البحر ويربطوا القارات ببعضها. أمريكا والصين هما اللي يتحكموا في الكوابل هذو، والشركات كما الأمازون والجوجل والميتا قاعدين يعملوا على رواحهم ويعملوا كوابل الخاصين بهم. واللي حكينا فيه هذا الكل بخصوص التاير 1 أو الطبقة الأولى من الإنترنت. انت توا قاعد تتسائل يا اخي فما طبقات اخرين من الانترنت؟ بالطبيعه اي، انت كي تستعمل الانترنت ما تمشيش للبحر وتلوج على الكوابل هذم وتبرانشيه في تليفونك. الكوابل هذم يوصلوا حتى لللاندنج ستيشن متاع كل بلاد، دونك هذه التاير 1. من بعد تجي الشركات الاقليميه متاع كل بلاد كما التليكوم، واللي باش تاخذ دي بورسيون من الكابل برينسيبال هذا ومن خلال الانفراستركتور متاعها باش يوزعوا الانترنت وسط البلاد، وهذه هي تاير 2. نجيو لاخر حاجه اللي هي تاير 3 واللي نسموها زاده اللاست مايل، ولنا يجوا الشركات المحليه كما التوب نت اللي باش ياخذوا دي بورسيون من الكوابل متاع التليكوم وباش يمشوا دار دار يوصلوا الانترنت. وتعتبر المرحله هذه اصعب مرحله على خاطرنا معاش باش نوصلوا قاره بقاره اخرى او اقليم باقليم اخر بل دار بدار. وبعد العمليه هذه باش يعطيك التوب نت مودم تبرانشيه. المودم هو ابريفياسيون تاع مودوليتر دي مودوليتر. في الفاز نتاع المودوليشن المودم باش ياخو الريكوست نتاعك اللي باش تكون في شكل ديجيتال سيجنالز وتكونفرتيهم لانالوج سيجنالز باش ينجموا يتعادوا عبر الكوابل هذا. وفي الفاز نتاع دي مودوليشن المودم باش يحول الانالوج سيجنالز اللي جاتو الديجيتال داتا باش الديفايس نتاعك ينجم يفهمها. نلخص اللي قلته في مثال بسيط، انت كتحب تحل يوتيوب الديفايس نتاعك باش يبعث الريكوست هذه للمودم، المودم هذا باش يكونفرتي السينيال اللي جاتو لنوع اخر باش تنجم تتعدى عبر الكوابل نتاع التاير 3، والتاير 3 باش يوصلها للتاير 2، ثم التاير 2 باش يهزها للتاير 1 وين الريكوست هذه باش تعمل بلونجون في البحر.
وتقعد تمشي ريكوست هذه حتى لين توصل للسيرفر متاع يوتيوب في أمريكا. السيرفر هذا باش يبروسيسي ريكوست هذه ثم يعطيك ريسبونس، ومن بعد كيف الريسبونس هذه باش تعمل بلونجون في البحر من تاير 1 تمشي للتاير 2 ومن تاير 2 تمشي للتاير 3، يكونفرته الموديم وتتحلك الباج متاع اليوتيوب. والحكاية هذه الكل تصير في أقل من ثانية. مش مصدق؟ حل التيرمينال كان عندك ماك واكتب تريس راوت ومعها الدومين متاع الحاجة اللي تحب تلوج عليها، وكان عندك ويندوز اكتب تريسرت، وهكا نشوفوا مع بعضنا الباث اللي تتعدى منه الريكوست هذه. والسرعة هذه ترجع للناتور متاع الكوابل هذا، كونهم كما قلنا دي فيبروبتيك ما يخلي سرعتها تكون قريبة لسرعة الضوء.